السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير واحسن حال يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين وعام دراسه ان شاء الله يكون سعيد علينا كده. وجعلها سنه خير باذن الله علينا. هوريكم النهارده الحاجات اللي انا جبتها للمدرسه. مش كل حاجه يعني ايه للجديده، يعني مش كل حاجه. لو الحاجه لقيتها ينفع ان احنا نقضي بيها السنه ومش ما فيهاش حاجه بكمل بها عادي. لكن الحاجات الناقصه بس اللي انا جبتها اللي هم محتاجينها. دي اول حاجه. دي الشنط، هما الاتنين محتاجين شنطه لان الشنط بتاعتهم كركوره كانت اول سنه ليها السنه اللي فاتت وكانت شنطتها جديده، بس كانت وقعت منها مره فاتنحتت من تحت كده، فماهيش مش هتنفع ان هي تكمل معاها السنه كده، فحاسه انها مش هتستحمل هي تكمل معاها. هي شغاله وكل حاجه وانا هغسلها وهبدل بينها برضو وبين الجديده، يعني الاتنين يبقوا قصاد بعض. هي كان عندها دي بس، وكانت كمان فاتحه، فكانت بتحتاج ان هي يبقى حاجه قصادها. اما احملها، فطبعا كده كده مفيش اي حاجه بتشتغل معاه، يعني مفيش اي حاجه بتكمل معاه، لا شنطه بتكمل معاه لا شوز بيكمل معاه، مفيش حاجه تكمل معاه اطلاقا. فالشنطه بتاعته كانت تقريبا يعني مصابه في الحرب، فهي اصلا حتى ما ينفعش ان هو يشارك بيها السنه دي مع قصاد دي. ممكن ان احنا بقى نخيطها من كل اتجاه، هي حرفيا عايزه تتخيط من كل اتجاه، كان كل اسبوع يجي بيها عايزه تتخيط. حرفيا كل اخر اسبوع انا كنت باخدها للراجل. اخر مره قال له والله العظيم يعني ما تقوليش ان انا بخيطها لك وحش عشان تجي لي تاني. والله انا قلت له حبيبي انا والله العظيم عارفه ان العطله عندي مش العطله منك. المهم اللي انا حاولت ان انا اجيب له شنطه تستحمله وتكون غامقه، وان شاء الله يكون نوعها حلو يعني ايه يعني تستحمل الصدمات اللي هتشوفها معانا ان شاء الله. يعني جبتها طبعا اسود على اساس ان يعني ايه نحاول ان احنا نمشي معاها السنه كده وتستحملنا. هي انا حاولت ان انا برضو اجيب خامه تكون كويسه، يعني انا اهتميت اول مره دي ان هي الخامات تكون كويسه. كنت ما جبت له قبل كده ما كنتش مهتمه قوي بحكايه الخامه. كان شكلها بس حلو او ما كنتش فاهمه يعني. لكن انا بقى ايه بقيت حاسه ان لا، انا عارفه ايه اللي ممكن يعني يمشي معانا شويه. السوسه بتاعتها ما شاء الله جميله. اللي انا كنت جايباها قبل كده كانت السوسه بتاعتها ضعيفه جدا. دي السوسه بتاعتها حتى الستيكه بتاعتها عريضه وسوسات حلوه، بس يا رب يعني تشتغل معانا وتستحملنا. فيها جيوب، فيها جيب كبير كده من جوه متقسم، وفي هنا اتنين. يعني هي الحمد لله كبيره، يعني هتساعي بقى الكتب والحاجات دي والكراسات والحاجات الكتيره اللي هي معانا. دي شنطة الكركورة. هي فيها كده جيب هنا وسوستة هنا وسوستة هنا وسوستة هنا، هي كبيرة برضو. ممكن نحط ده، دي بتبقى بقى بتاعة اللانش بوكس وكده. دي لو هي حبت تحط حاجة صغيرة مشان ما تقعش. هنا يعني مش امان قوي لان ممكن دي تتفتح وهي متاخدش بالها، بس هي برضو الماتيريال بتاعتها برضو حلوة. السوسات بتاعتها يعني متينة. انا اهتميت قوي 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 المره دي ان انا اجيب حاجه يعني ايه بنسعى احنا الاتنين مع بعض ان هي تستحملنا يعني. برضو فيها الجيب اللي هو من جوه ده. هي طبعا حتى كل يوم بتحضر حاجات المدرسه بتاعتها كل يوم. دي المقلمه بتاعتنا، هي حاطاها بالعلبه بتاعتها وفي نفس الوقت هي حاطه جواها حاجتها يعني. دي مسطره جايه اخداها هديه مش عارفه من مكان ما، من الدرس تقريبا يعني. دي بقى البنسل كيس بتاعتنا الجديده، هي شبه بتاعتها القديمه اصلا، بس بتاعتها القديمه ما استحملتش معانا. دي الالوان بتاعتها. دي كده شكل عروسه برضه بتاعت الصيف دي كان فيها عروسه ما استحملتش معانا يومين والله. بقى البرايه، انا بحب قوي البريات والحاجات الاشكال اول الدراسه دي بحبها بجد. انا كده يعني احبها قوي. فبحب اول الترم ان هم يجيبوا لنا حاجات متدلعه كده. وبعد كده دي بريه عاديه عندها برضو جديده يعني اخدها معاها احتياطي. القلم برضو ودي حلوه ان هي ممكن اي قلم جديد تشيلها وتقوم حطها في القلم الجديد، قلم الرصاص بتاعها. وده قلم تاني احتياطي، هي قالت لي كده انا احط حاجه وقلم احتياطي. ودي الاستيكه، الاستيكه كانت هي جابتها كده مع نفسها، بتتغير كده، اللي هي بتقعد تشدي من هنا وتحط هنا دي كده. ودي انا بحب انا اوي الاشكال دي اوي اوي يعني.
هنرجع كل بقى حاجة مكانها عشان هي من نوع يعني اللي هي المنظم شوية، تحب تقعد ترتب في حاجتها وكده، يعني ما بتحب. دي بقى المقلمة بتاعت مولة، فيها مش عارفة بقى، هي دي بتاعته عنده من السنة اللي فاتت، بس انا لقيتها كويسة جدا، ما فيهاش اي حاجة، ما فيهاش اي ديفوهات اي حاجة، فهتكمل معانا الحاجة اللي ماشية، هتكمل معانا. فهي المقلمة بتاعته كويسة جدا، ما فيهاش حاجة. انا جبت الكارما عشان المقلمة بتاعتها كانت باظت نتفت وشكلها مش حلو خالص. نيجي بقى الحاجات بتاعتهم، ده اللي هو الماركر، هو بيحتاجه طبعا عشان هو بيكتب بالجاف. شكلهم عسل قوي. انا قلت لكم ان انا بحب اول الترم اجيب حاجات اللي هي متدلعه دي، الاشكال والحركات دي، عسل قوي جميل. ده تقريبا يعني دول لونين، هو حاطط اللونين معاه ليه مش عارفه. هما كل يوم بياخدوا يقعدوا كده مع نفسهم في الاوضه ويقعدوا يحضروا حاجتهم يعني، بغض النظر عن صوت القطر المعدي ده، مش عارفه معدي منين. ده برضو كوريكتور طالع جديد، قالت لي في المحل اللي هو شريط، بس هو جربه امبارح وقال لي يا ماما عايز مقص عشان يتقص بيه. مقص ان انا يدخل مقص ياخد مقص معاه، بتهيألي ده مش مسموح بيه في المدرسه، فلسه مش عارفه اعمل ايه يعني، هديهوله ولا اجيب له كوريكتور من العاده واسيب ده في البيت بالرايه بتاعتنا. جبت له بقى قلم اللي هو فيه فرايز، هو عاجبه عشان هو فيه فرايز. وفي بقى الوان، في موف وفي ازرق وفي ده تقريبا اصفر مش عارفه، واحمر واسود والوان كتير كده. قلت عشان ما ياخدش معاه الوان كده، انا قلت كده، بس هو بقى من نفسه قام راح جاب عادي، خد الالوان بتاعته عادي العاديه اللي هي دي ودي، مع ان معاه احتياطي برضه، واخد برضو قلم ازرق برضو عادي، وكان برضو جايب استيكه شبه بتاعت كركوره، وانا جايباله الاستيكه دي نقطة ضعف الكور. انا مش عارفة بصراحة يعني هي تمسح ازاي او هي تبقى كويسة في المسح ولا لا، بس هو معايا يعني واحدة تانية. قلم رصاص طبعا، وهو اهو تقريبا اخد الكوريكتور كان عنده او حاجة لقيته في البتاع. الكوتشيات بتاعتهم انا مش جايباها حاليا يعني، ده كان كوتش العيد بتاع كركورة، بس كان العيد اللي هو الصغير جاء اواخر الصيف، فهي لبسته مره وقمت انا غسلته وعينته، قلت لها ينفعوا لها بقى للدراسه، لانها ما كانتش هي حابه تلبسه في الصيف وكده، كنت جبت لها باليرينا خفيفه كده، وكان عندها كوتش تاني خفيف شويه فبتبدل بينهم، فقلت هيبقى حلو بقى في الدراسه. هو طبعا انا خايفه من حكايه ان هو ابيض، فمش عارفه هو يعني هيستحمل معانا ولا مش هيستحمل. وده بتاع احمد له، جبته اسود، وحاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب خامه متينه، مفيش اي كوتشيات بتقعد في رجله وشهرين بجد، لان هو بيمشي يشوط الاسفلت، الطوب والزلط والرمل، اي حد اي حاجه في وشه هو بيمشي يشوطها، فمفيش اي شوط بيقعد معاه اكتر من شهرين، فاتمنى ان ده يكمل معانا حتى ترم واحد. نيجي بقى للهدوم بتاعه المدرسه، ده بنطلون كان عندي مش جديد يعني، كان بتاع كركوره بتلبسه عادي، انا جبت لها بس عليه البلوزه دي، هي مكشكشه كده ونازله تحت بجلوش شويه، والكم بتاعها بيج. ده شكل البلوزه، هو بجد شكلها عسل قوي، وكمان هي يعني هي كانت محتاجه بس بلوزه، فده اللي انا جبته مع الهدوم اللي هي كانت معاها السنه اللي فاتت، في بس كان في بلوزه قصرت فجبت مكانها البلوزه دي، لان طبعا غيارات المدرسه عايزين كذا حاجه، في خصوصا في الشتاء الهدوم مش بتلحق ان هي تنشف، ممكن في الشهرين اللي هم اخر 9 و10 دول الهدوم تنشف معانا بسرعه، بس بيبقوا عايزين فعلا غيارات كل يوم كل يوم عشان العرق والحر. في الشتاء الهدوم مش بتنشف، فبنضطر ان احنا نجيب غيار معاها، فهي كان عندها هدوم السنه اللي فاتت بس في بلوزه قصرت فجبت دي بس مكانها، وهتلبسها عادي على البنطلون، هو كان عندها عادي انا ما جبتوش. ده ده هدوم فرفوره. احمد بقى بالنسبه له فهي كل هدومه
قصرت للاسف، يعني ما عندوش اي هدوم مقاسه. انا هحاول بس اشوف له لو بنطلون عنده من السنه اللي فاتت يجي مقاسه، بس اللي هو القمصان وكده كانت على اخر السنه كلها للاسف، يعني كانت قصرت. فجبت له القميص ده، هو جاي معاه البيبيون ده، بس هو طبعا عمره في حياته ما هيلبسها، وما بيحبش حاجه تخنقه، ولا بيحب حتى يقفل الزرار اللي فوق. التيشيرت ده كان جاي له هديه في عيد ميلاده، فهيبقى الحمد لله كده غيرين من المدرسه. والتيشيرتات دي حلوه برضو، عمليه في الصيف في نفس الوقت ما بتتكواش، يعني حاجه جميله. وبرضو جاي له برضو في عيد ميلاده البنطلون ده، البنطلون اللي هو الشروال، لان البناطيل الجينز ده اختراع فاشل، بتجربه بطريقه فظيعه ومش حلوه خالص. فانا كنت جايبه له من النوع ده السنه اللي فاتت وجميل وحلو، هو بس هقيسه لو هو يطلع مقاسه، بس هو كان تحفه وغسيل ومش بيتجرب ولا اي حاجه. فجاله برضو نفس النوع ده، اسمه شروال تقريبا. وجبت له برضو اللي هو السويت شيرت الشتوي ده، لانه في الشتاء ما بيبقاش موجود، هما بيجيبوه اول الدراسه مع هدوم المدرسه، وعلى اول الشتاء مش موجود. انا كنت في سنه كنتش لسه فاهمه اول سنه ليه، استنيت للشتاء على اساس ان هو فكرت لما ينزل في الشتاء، لفيت كتير وما لقيتش، فبقيت اجيب له مع اول الدراسه. انا كنت جبت له واحد بس في سنه تانية، وقعد معاه السنه اللي فاتت واللي قبليه، بس على اخر السنه اللي فاتت كان صغر بقى، ما كانش جاي مقاسه، او يعني على القد قوي قوي قوي، فكان اما يرفع ايده ولا كده، فكان محتاج واحد بقى جديد، هو اللي محتاجه. كان عندها بتاعها، ولسه هيبقى ان شاء الله كده على مقاسها، ولو حتى مش على مقاسها هديها بتاع احمد، لانه هو بولادي وبناتي نفس الشكل، مفيش فيه رسومات مفيش اي حاجه. لو بتاعها صغر عليها انا مش عارفه برضه، انا قلت لو حتى بتاعها صغر عليها هديها بتاعها، وده بتاعه. انا طبعا معرفش اسعار دول لان هم جايين له هديه، بس القميص ده جايباه ب100، والسويت شيرت ده ب180. طبعا ده كان محل عامل عروض، ده هو اسعاره غاليه جدا جدا. بالنسبه برضو للشنط، تقريبا واحده كانت 320 وواحده ب370، بتاعت كاكولا هي اللي غاليه، وحاولت ان انا انزل معاه، قال لي والله ده كمان عرض الشركه عاملاه. هي صراحة خامتها عجبتني، بس يا رب كده تطلع في الاستخدام زي ما انا شايفاه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبكم. ولو عايزين تعرفوا اسعار اي حاجة، طبعا الاقلام والبرايات والحاجات دي كلها اسعارها بعشرات، ب10 مفيش غير القلم الجاف هو اللي ب20، وده طبعا احلى حاجة. المقلمة ب65، ويا ريت تستحمل معانا. المقلمه بتاعت احمد كانت عنده، والكوتشيات فطبعا هي معايا من العيد، فمش متذكره قوي هي كانت بكام. بس انا برضو بحاول اجيب الحاجه اللي تتناسب معايا، حتى يعني ما تلفوش وتيأسوا تقولوا الاسعار غاليه ومش عارفين يجيبوا كده، لا بجد والله لفوا ان شاء الله ربنا هيقدركم، وهتلاقوا الحاجه اللي انتوا عايزينها بالفلوس اللي تناسبكم والفلوس اللي معاكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وبخير، ونستنى بقى مع بعض اول يوم دراسه واول لانش بوكس. بالنسبه لللانش بوكس والفلاسك، مش عارفه مالها، كانت ازازه وزمزميه كنا عايشين بتاعهم بتوع السنه اللي فاتت، انا كنت جايبه لهم اصلا جديد السنه اللي فاتت ولسه حلوين، فانا مش هجيب ولكن عندي عشان ان احنا نجيب كل سنه جديد، لا طالما الحاجه شغاله وينفع ان هي نكمل بيها، ومقاسهم في الهدوم او شغاله بالنسبه للحاجات التانية بنستخدمها عادي، مش لازم نجيب كل سنه كل حاجه جديده. كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بعد ما نهيت الفيديو نسيت ان انا اوريكم الشرابات القمر الجميله دي، طبعا يعني عشان هم على بعض فجبت نقيت اللي فيه اقل فاتح، فهو بس واحد فاتح واتنين غامقين عشان يتناسبوا معانا. للكركوره جبت لها دول، هي يعني ايه بتحافظ شويه، فعادي ان انا اجيب لها فاتح يعني. وتواكل المدرسه هي عبارة عن استكين كده، ودي توكا كليبس، ودي برضو تكتكين صغيرين. انا عايزة اجيب لها بس توكتين استك معاهم، بس لسه ما نزلتش بعد كده.